صباحكم معطر بذكر الرحمن. وش راكم البنات؟ وش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في الفيديو جديد. نرحب بكل مشتركاتي الاعزاء، نرحب بمشتركاتي جدد ونقول لهم شرفتوني نورتوني قناتكم، وانا ما الا ضيفه عندكم. ان شاء الله تستفادوا من محتوى القناه ومن الفيديوهات اللي نحط فيهم، وان شاء الله تستفادوا من الدروس اللي راني نحاول دايما تكون على حسب رغبتكم انتوما. اليوم جبت لكم فيديو اقترحتوا عليا انتوما، وقدهن واحده تقول لي عليه، ووعدتكم كما وعدتكم، ودايما راح نوافي بوعودي ليكم. واي وحده حابه فيديو، حابه حاجه جديده في القناه، حابه حاجه يعني حابه تفهمها، غير تخلي لي في التعليقات. راح نحاول اني ندير لكم فيديو ونشرح لكم فيه طريقه كامله. البنات هنا جبت لكم اللي عندها القاطفه قديمه، اللي عندها مطرح قديم، غير توجدوا. راح نعطيكم الجزء الاول تاع الفيديو هذا باش تشوفوا الطريقه كيف راح نخدموه. هنا كما تشوفوا عندي مطرح قديم، وعندي شريط 4 مترات تاع جرزي. راح نخدموه غير بالجرزي برك. البنات اللي عندها القاطفه، اللي عندها الكمخه، يعني تقدر تدير بهم، يعني مش تستعمل غير في الجرزي برك. يعني اي قماش عندك وحابه تستعمليه تخدمي به هاوليك. شوفوا اول حاجه نحطوا المطرح تاعنا، نقيسوا القياسات تاع المطرح هذا، نحطوا القماش فوق منه. ما تقولي لا نقيس بالمسطره لا والو، يعني راح نعملوا خدمه يدويه لكل وحده ما عندهاش ماشينه، ما عندهاش يعني مترة، ما عندهاش يعني ابسط الحوايج راح تتعلمي بالطريقه هذه، خاصه المبتدئات اللي يحبوا تمشي يدهم الساحه على الخدمه، ومن بعد يولوا يشروا سلعتهم كامله ويبدوا يخدموا. هنا شوفوا زيماه، يعني جبت لكم طريقه قادرين نقيس بالمترة ونجيبها وخلاص. بصح انا لا، احب المبتدئات اللي حابه في الدار وعندها مطارح كيما هكا. كل احنا عندنا مطارح تاع في الدار القدم هذومكا، تلقي دائما نخزروا لهم الخزره مش مليحه اللي ما نستعملوهمش، ونقولوا واش راح نديروا به. بصح بالطريقه هذه راح ترجعوهم جدد وتفرشوهم، وراح يقعدوا لكم مده طويله، خاصه اللي تخدمهم بالجرزي ولا الكريستال ولا كل وحده كيفاه تقول لها. هنا شوفوا كيلت وخلي كل جهه نخلي منها 2 سنتيمتر، على واحد خلي 2 سنتيمتر. وكا يكون عندك اعوجاج ولا حاجه من بعد، مش راح يجيك القماش ضيق وتولي تزيدي الطروفه وتولي. شوفي بالطريقه هذه البنات، راني حاولت اني نجيب لكم الفيديو من الاول للاخير. راح نقسمهم لكم باذن الله على 2 اجزاء باش تشوفوا الخدمه وتشوفوا يعني الاجزاء زوز. البنات ما تنسونيش من جامل الفيديو، طلعوا لي جامل الفيديو. اللي مشتركتش تشترك في القناه وراح يلحقها كل جديد تاعي. البنات والله غير نفشل كي نشوف يعني نسبة المشاهدة قليلة، ونلقاها يعني رغم اني نتعب ونحاول ان نلبي لكم طلباتكم كامل. البنات ما عليكم غير تبارطاجوا القناة تاعنا باش تكبر وتعم الفائدة وتوصل اكبر عدد ممكن من المشاهدين. شوفوا البنات، هنا عندنا القاطفة هذه قديمه تاع قندوره قديمه، يعني ما اللي عندها قنادر قدم، عندها تريكاوات تاع صوف، عندها يعني الحاجه تشوف. بصح ما تديرش حاجه خشينه من بعد تولي ما تقدرش تخدمها باللبره، يعني تدخل فيها لبره تولي تعبها وتولي دير لها تعب في يديها. هنا شوفوا القطيفه هذه نحاولوا ان نغلفوا المطرح تاعنا بالقطيفه، واللي تحب دير زاوره دير. كيما قلت لكم اللي عندها كوفرتا قديمه، عندها زاوره قديمه، عندها يعني الحاجه اللي عندكم. كيما انا درت هنا عندي قناطر تاع قطيفه هذوما قدم، تحليهم تغسليهم يعني تنظفيهم مليح، تريقليهم على قد المطرح وتخيطيهم كيما راكم تشوفوا في الصورة. البنات راني جبت لكم البساط هذا من الصفر إلى الياء، من الصفر إلى الياء، يعني من الألف إلى الياء، ولا من الصفر إلى الياء كما يقولوا، من كامل تفاصيل. تبعوني البنات للأخير إن شاء الله ما تندموش. وكما قلت لكم اللي وصلت هنا تخلي لي جام، دير جام وتفوت تكمل فيديو، مشي تتفرجي لقطات بركة وتخرجي ومن بعد تولي تديري لي الأسئلة وهي راني كامل جاوبتكم عليهم. بالنسبة للقماش واش يهز تاع الجرزي، يهز 4 مترات، 2 مترات من الفوق و2 من التحت. كيما شفتوني راني قصت خليت منها غير طرف اللي بقى هذاك العرض هذاك خبوه، قدر من بعد ديروه في خدمة أخرى، يعني ما طيشوهش، أي حاجة راح نستعملوها.
تبعوني البنات، وباذن الله القناه هذه راح تكون كما يقولوا قناه تاع الزواوله، ماهيش قناه تاع اللي غير الخدمه هاي والسلعه هاي باش تخدمي وتعمري، تعمري دارك. هنا راهي دار كما يقولوا قناه تاع الزوالي. هنا جبت لكم الابره البنات القياسات اللي قالوا لي الابره اللي تستعمليها ها هي كهاني، جبت لكم مقدماها كيلتها بيدي باش تشوفوها. الخيط عندنا الخيط تاع الكوطون اللي موالفين نخدموا به، قولوا له الكوطون اللي يغرزوا به المطارح اللي حابه تشريه. الكوطون اللي غرز كاين البنات، كاين الاخر في الحرير. الخيط تاع الحرير البنات ما نصحكمش تستعملوه، خطاكش من اول غسله راح غير تتحل العقده بركه، راح يسنسر لكم ويفزد لكم البساط يعني في السمانه الاولى بعد. بصح الخيط تاع الكوطون راهو جاي هكا فيه الكوطون احرش هيك شوي مي حتى كي تغسلي بيه ولا ذا تتحل العقده ما يسنسرش ليه. بصح الخيط الاخر تاع الحرير كاينين اخرين يقولوا لي نخدموا به، لا هذاك شوفي النفده تاعو تجي صغيره وما تبانش، هو كي البرسم وخشين يعني وصحيح، بصح ارطب كي يعني كنت تحل النفده وما تكونيش منفده مليح، راح يفزد لك البساط يعني يتحل لك الموديل في سمانه يتحل. انا نستعمل دائما الخيط هذا، وجربت به يعني صراحه الاخر جربت به وما عجبتني، ما عجبنيش، ماشي ما عجبتنيش الخدمه تاعو، الخدمه تاعو تجي خير من هذا، بصح وشي هو اللي ليه يتحل لك البساط. وانا نحب البساط اللي تحطيه حتى في الماشينه وتغسليه نورمال يتغسل لك وما يتحلش. هنا شوفوا البنات لازم تريقلي القماش تاعك قد قد، تريقلي اذا ليبونج تاعك يعني جاء اعوج ولا جات جهه اكثر من جهه ولا جهه واطيه وجهه عاليه، حاولي اني تريقليه بالمقص كامل. شوفوا انا نحاول نجبد حتى القماش اللي نحطه فوق منه نحاول اني نجبده مليح باش يعني باش ما يجيناش مكمش من بعد كي نعودوا نخدموا فيه. كما قلت لكم البنات الفيديو هذا راح نقسمه لكم على زوج اجزاء، يعني ما نقدرش ندير لكم جزء واحد وتفهموه، قادره يعني ندير لكم يعني نطول لكم ان نسرع لكم فيه الفيديو، بصح من بعد تولوا ما تفهموش. حبيت نديره لكم يعني كامل تفاصيل. طلعوا لي البنات الفيديو هذا كي نلقاه طالع مليح ووصلوا ساجد ال50K، 50K باش تكبر القناة تاعنا. وبإذن الله راهو كاين غير جديد، كاين حوايج تاع عرايس راح تخدمي من دارك، تخدمي مشاريعك من دارك، راح تحلي اتولي غير بالخدمة تاع القناة تاعي. وبإذن الله راح نصور لكم كل حاجة حابينها نتوما. زيدوا اقترحوا عليا البنات كيش ما نحط لكم فيديوهات اخرين في القناة باش يعني حابين تتعلموها نزيد راح نحطها لكم ونعلمكم فيها. البنات كما راكم تشوفوا هنا زدت جبت الجهه نجبدوا مليح القماش تاعنا باش من بعد ما يجيناش مكمش من هي. شوفوا زي ما البنات اجبدوا وخدموا حتى يعني من بعد كي تعودوا تخيطوا وتحطوا ديروا النفده ما تجيكمش يعني التكماش وتجيكم البساط تاعكم مش مليح. كاينين خواتات يقولوا لي رانا جينا البساط تاعنا جينا مكمش التكماش. شوف البنات ها شوفوا زيما لازم يجيكم كيما هك التكماش منه يوقع البنات يوقع لكم كي تعودوا مشكم زيرين القماش تاعكم مليح. هذا من بعد كي تعودي تخدمي في النفده راح تولي شغل النفده تجي فوق القماش، يجي فوق القماش والنفده فوق منهم. ان شاء الله تكونوا فهمتوني البنات، وان شاء الله نكون راني جاوبت عدد كبير من الاسئله تاعكم. البنات سامحوا لي اني ما نردش على الاسئله تاعكم كامل، خطاكش والله ما نقعدها، وتعرفوا مع الوقت ومع الخدمه تاع الدار مع الخياطه ما نقدرش نقعد ونجاوب كل وحده بمفردها. بصح والله البنات ما ننسى وحده، يعني غير خلوا لي اسئلتكم راح نجاوبكم بالفيديوهات كيما هك. يعني انا راح نطبق هذا الشيء كامل. اللي ما جاوبتهاش يعني صراحه ما عنديش الوقت برك، وسامحوني سامحوني البنات ياسر. شوفوا هنا البساط تاعنا كيفاه جا. هنا درك واش نرجعوا البساط البنات بعد ما كيقلناه وقصينا هاكل يعني قصينا على قد القماش. شوفوا هنا عندك اللي تحب تخيط باليد، اللي ما عندهاش الماشينه هذا الفيديو خاص لك انتي. ما عندكش الماشينه احكمي ديري البرسم، ما تخيطيش بالكوطون، ديري البرسم وحكمي الابره رقيقه وحكمي خيطي الخيطه الاولى على 2 سنتيم اللي خليتي هذيك، وزيدي عاودي الخياطه الثانيه باش ما يتحلكش من بعد البساط من الحواش. شوفوا البنات هنا 2 سنتيم ها
يعني يبان لي الصباع بلي فيه 1 سنتيم، ندير 2 صباع 2 سنتيمتر. كيما خيطنا القماش تاعنا نجو هنا ندخلوه من الفتحة هذه. ها شوفوا البنات، نحاولوا ان ندخلوه كامل. سمحوا لي البنات والله نصور لكم الفيديو خفت غير لنبان فيه، على ذيك هاكم تشوفوني كيفاه ندير ونعاود نحاول اني نوصل لكم المعلومه كامله. شوفوا البنات كي توصلوا للشوكه حاولوا ان تجبدوا الشوك باش من بعد تجيكم الخدمه تاعكم مليحه وما يجيكمش البساط مكمش وما تجيش الحاشيه تاعو مش ملاح. شوفوا البنات اجبدوا مليح كيما راكم تشوفوا. بعد ما دخلناه كامل هنا واش راح نقول لكم الطريقه، هزوا القماش وانفضوه. لازم تعود الحاشيه في الحاشيه تاع البساط تاع لي بونج. الحاشيه اللي خيطوها هذيك تكون في الحاشيه تاع لي بونج باش من بعد ما يجيكمش لي بونج تاعكم المطرح تاعكم يجي اعوج. وانفضوا كيما هك، انفضوا باش يعني المطرح يحكم بلاصتو في الجهه التحتانيه. هنا بعد ما تتريقلوه كامل شوفوا زي ما يجيكم. هنا نجو للفتحه تاع الفم اللي دخلنا منها لي بونج. هنا شوفوا البنات قد ما ننفض قد ما الحاشيه تاعنا تدخل، يعني لي بونج يوصل الحاشيه قد ما يبقى لكمش فراغات. هاهم البنات نحاول اني نعت لكم بالطريقه كامله. ان شاء الله يكون الفيديو البنات عجبكم، ان شاء الله يكون الشرح تاعي واضح. واللي ما حبتش تشوف يعني للكلام تاعي تنقص الصوت وتفرج الفيديو يعني بالطريقه اللي تريحك انت. هنا شوفوا البنات نجيبوا الكبه تاع الكوطو هذه نفس اللون تاع الجرزي اللي درناه، نفس القماش نفس اللون تاع القماش. ونجوجو الفتحه ونخيطوها بعد ما كنا كيما قلت لكم نفضوا باش مليح باش ما يجيكمش فيه حتى تكماش. شوفوا لي بونج تاعنا يعني المطرح تاعنا ما فيش حتى تكماش. كون تخلوا فيه شويه تكماش وتقول لي خلي برك من بعد كي نخدم درك يجي مليح، شوفوا من بعد راح يجيكم الخياطه تاعكم راح تجيكم عوجه ما تجيكمش مسقمه. هنا شوفوا البنات كملوا بالطريقه هذه حتى تخيطوا الفتحه تاعو كامل. حاولوا ان النفذه ديروها صغيره. ها هو ليكم البنات، حاولت اني نصور لكم ما بانت لكمش سوا. هاي ليكم البنات، نحاول اني نعطيكم كامل تفاصيل البنات. نحاول اني نكون يعني راني شرحت كل الزوايا نتاع اللي يعني الاسئله اللي تدور في خاطركم. هنا شوفوا بعد ما خيطت الحاشيه تاعو جبت نعت لكم الاطار. هاو الاطار البنات اللي قلتوا لي عليه، راني ما ننساش الاسئله تاعكم، راهي دائما محفوظه في الذاكره تاعي. راكم بناتي خواتاتي، ربي يحفظكم ليا، ربي يخليكم ليا، ربي يهنيكم وربي يوصلكم وين حابين توصلوا مع البنات. راني انتم عائلتي الكبيره اللي راني دائما نحاول اني نرضيها كامله. شوفوا هذا هو الاطار، شوفوا هذه السدايه اللي نخدم بها يعني لوحات عاديه نخلاه بصح والله البنات غير تخرج لكم منها العجب باللوحات هذوما. غير ما تخموش، غير اخدموا لوحات اللي عندها لوحات كيما هذا وغير ما تقولش تحقرهمش وتقول لك ما يخدموليش. ها ما نبه نخدم، هاي ام سجد باش تخدم اللوحات. لا رحت نجار لا خدمت عند نجار لا قلت لا يعني شريتهم لا والو، غير لوحات عاديين يعني قدم استعملتهم وراني قاعده نستعمل فيها من حد الساعه. شوفوا هنا البنات الطريقه كي قلتوا لي كيفاه تلصقها في الاطار، هاو زي ما تلصقها تحكموا الابره والخيط وتلصقوها عادي خلاص. شوفوا زي ما جاء. تزيروا اللوحات تاعكم باش يجيكم البساط مزير ما يجيكمش مرخوف وما تجيكمش يعني النقله تاعو كما راكم تشوفوا باش من بعد النقله تاعكم تجيكم يعني مخدومه قد ما تجيكمش عوجه ولا باش كتحطوا البساط. شوفوا البنات ها هو البساط تاعنا، هاني عطيتكم كامل تفاصيل عطيتكم اللوحات اللي نخدم بهم. ان شاء الله البنات يكون الفيديو هذا استفدتوا منه ولو القليل. نحاول اني نعطيكم يعني نحط الفيديو على حسب الاسئله تاعكم كامل. هنا ما بقى لي البنات غير نقول لكم في امان الله في فيديو جديد.